انا عايزاك تصحى معايا كده، عشان انت مش هتكسب خالص في رمضان ولا هتزود مبيعاتك بشكل صح طول ما انت عمال تحلب عروض السنة كلها في الشهر ده. قبل اي حاجة، انا هبة مهران، ماركتير اند كونتنت كريتور، وده لو ما تعرفنيش. اكتر براندات بتكسب فعلا في رمضان مش اللي بيعملوا عمال على بطال عروض، اللي بيكسبوا فعلا اللي بيعملوا خطة تخدمهم، خاصة لو مش هيفعلوا اعلانات كتير. وخلينا متفقين ان رمضان سيزون الاعلانات والمبيعات الكتير، فلازم نستغل الشهر ده صح. ومبدئيا كده انت هتبدأ من دلوقتي او اتليست قبل رمضان ب10 ايام، وده علشان تهيئ المشاهد بتاعك على منتجاتك وخدماتك وهي بطابع رمضاني من دلوقتي. ويعني هتسأل نفسك شوية أسئلة: يا ترى أنا منتجاتي هتخدم العميل في شهر رمضان في إيه؟ يا ترى روتين عميلك في شهر رمضان إيه؟ بيصحى امتى؟ بيشتغل امتى؟ بيشتغل عدد ساعات قد ايه؟ طيب يا ترى بيفتح السوشيال ميديا قد ايه؟ بيشتري امتى؟ هبيع كل منتجاتي ولا هبيع ماستر بيس او ايتم بعينه؟ ويا ريت يعني لو هتعمل عروض، العرض اللي انت هتعمله ده يبقى اكسكلوزيف بالشهر، يعني ما يبقاش طلع في اي وقت تاني. وانت بتعمل الكونتنت بلان بتاعتك لازم تبقى عارف كل ستاتيك بوست وكل ريل ايه الرساله اللي عايز يوصلها للعميل. يا ترى الرساله هي ان انت اشتري دلوقتي، الحق اشتري، الحق شوف العرض بتاعنا، ولا هتفوكس اكتر على البوزيشننج، الانجيجنج، الاويرنس؟ لازم تبقى عارف ان مش كل الاوبجكتيفز هي البيع وزياده المبيعات بس. ما تنساش تعمل افكار لرمضان من دلوقتي تخدم الترفيه اكتر وتزود الانجيجنج. اكتب لي بقى انت في التعليقات، بتعمل خطه محتوى؟ ولو بتعملها امتى؟